السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، تطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه فودافون زيجو. التطبيق ده مساحته 47 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده خاص بشبكة فودافون او شركة فودافون اللي هي بتاع الاتصالات، وزيجو اللي هي عامله كده زي شاهد او واتشد اللي هي بتشاهد منها الافلام والمسلسلات والبرامج الرياضيه. بتدمج مدموجين الاتنين مع بعض. الاشتراك بتاع بتبقى مثلا محمل الابليكيشن، مدموج الاتنين مع بعض، اللي هو لو انت معاك خط فودافون او لو انت مشترك في خدمه زيجو اللي هي بتعرض لك الحاجات اللي بتكون مثلا مشفرة او الافلام او المسلسلات او البرامج التلفزيونية او الماتشات الكورة او اي حاجة من الحاجات دي. بتقدر ان انت تدفع الاشتراك، بتقدر ان انت تعرف قيمة فاتورتك. ده بالنسبة للي هو زيجو. بتقدر ان انت عايز تجدد الاشتراك، تعمل اشتراك شهري، اشتراك سنوي، تعمل اي حاجه انت عايزها. بالاضافه كمان لو انت مشترك لو انت برضو معاك فودافون، معاك خط فودافون، عايز تغير الباقه بتاعتك، عايز تعرف رصيدك، عايز تجدد عايز تحط رصيد في الخط يعني، عايز تعمل اي حاجه من خلال الشبكه، تكلم خدمه العملاء، تتواصل معاهم لو عندك مشكله. كل الحاجات دي بتقدر ان انت تعملها من خلال التطبيق ده. التطبيق ده تطبيق مش مصري ولا تطبيق عربي، التطبيق ده تطبيق هولندي موجود في دوله هولندا فقط لا غير. مشكله التطبيق ده ان اول حاجه التطبيق بيتضمن اللغه الانجليزيه لان هو طبعا في هولندا اللغه الرسميه بتاع العالم كله. تاني حاجه التطبيق بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك. تالت حاجة طبعا التطبيق بيكون شغال بالإنترنت، يعني مش يعني لو انت ما عندكش انترنت او لو انت خارج بره المنزل بتاعك مش هيقدر انت مثلا تبقى مسجل من افلام او مسلسلات او كده وان انت تشاهد عليها. بس كده ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمزايا والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.